هقول لك على نصيحة انت هتدعي لي بعدها. لو انت او انت عايشين هنا في المانيا وبتعانوا زي حالاتي في موضوع الاكل والشرب، ويفرق معاكم موضوع الاكل الحلال من الاكل اللي فيه خنزير والكلام ده، علشان تتجنب تاكل خنزير بالغلط في المانيا، اسمع اللي انا هقوله لك ده. لما تخش عند مكان وشاكك ان المكان ده بيعمل لحم خنزير، وانت خلاص قفلت معاك وعايز تاكل من المكان ده، هنعتبر ان مفيش غيره. لو انت دخلت على الراجل اللي واقف بيبيع اكل وقلت له لو سمحت انا عايز وجبة بس انا مش باكل لحم خنزير، هيقول لك عينيا ما تقلقش انا هعمل لك حاجتك لوحدها. وكل اللي هيعمله انه هيقوم واخد المعدات اللي كان بيستخدمها في تقطيع لحم الخنزير وتسويته، هيقوم غاسلها وعامل لك بيها وجبتك عادي جدا، لان هو عمره ما هيجيب معدات للمطبخ، معدات للخنزير، معدات للحم الحلال. وكمان عمره ما هيغير الطاسه والحاجه اللي هو شغال عليها اللي هو اصلا ما عندوش غيرها علشان يعمل لك وجبه. فهيقوم داخل مسح الحاجه كده، ده لو مسحها اصلا، وهيقول لك تمام انا كده خلاص فصلت لك ده عن ده. فانت بقى تعمل ايه؟ وهي دي التركايه. هتخش عليه هتقول له لو سمحت انا عايز الوجبه الفلانيه بس انا عندي حساسيه من الخنزير ومن اي مشتقات خنزير. مجرد ما هيسمع حساسيه في الموضوع مش هيبقى قدامه حل غير اللي هو يجي لك دغري. يا هيقول لك لا انا ما عنديش معدات مش هقدر اعملها لك، يا اما فعلا هيطلع لك معدات ممكن يكون مش مستخدمها ويستخدمها علشانك انت مخصوص. قانون هنا هيجيب له حاله رعب، لان انت لو فعلا عندك حساسيه وهو استخدم اي حاجه ايا كانت وانت حصل لك حاجه، فالمعلم ده هيتشحور. فبدل ما تقول له لو سمحت انا مش باكل خنزير او انا مسلم او انا مش بحب اللحم ده، لا، اختصر كل الكلام ده وخش عليه قول له لو سمحت انا عندي حساسيه. كده انت قفلت الموضوع. والافضل من ده كله انك لما تكون عارف ان حد بيعمل وجبات خنزير تجنب، ما تجيبش من عنده خالص وريح دماغك. اشوفك الفيديو الجاي ونصيحه جديده. السلام عليكم.